اتحكم لي بالمبلغ بتاعي بقى لي فتره، بقى لي سنه تقريبا محكوم لي بالفلوس، يعني فتره طويله جدا. وطبعا ما كان ماشي بسبب الظروف اللي كانت موجوده في مصر الفتره اللي فاتت، كان الكل بيقول الدنيا واقفه فلازم نصبر ونستنى، فكنت صابر وساكت وما بتكلمش. وطلع قرار تاني بان نادي الزمالك موقوف قيد اللعيبه الجديده بتاعته لغايه ما يدفع المستحقات، كانت ليا انا وتقريبا وجيه عبد العظيم وتقريبا ممكن حسين حمدي حد تاني يعني. ف فطبعا سمعت امبارح وكنت بقرا ان في دلوقتي اتحاد الكوره عايز يعمل استثناء لنادي الزمالك بتأييد لعيبه عشان خاطر بيلعب في افريقيا. بس فدلوقتي طبعا انا شيء يعني اي مخالفه للوائح والقوانين، دلوقتي انا معايا قرارات ومعايا حاجات لو احنا خالفناها، طب ايه لازمه بقى اللوائح، يعني ايه لازمه اللوائح والقرارات اللي بتتعمل في اتحاد الكوره؟ يعني ايه اهميتها؟ يعني دلوقتي لو انا معايا قرار وانت تيجي بعد كده هتقول لا انا هعمل استثناء لحد تاني، طب انت عامل لي القرار ده على اساس ايه؟ والورقه دي ايه الاضافه ليها بالنسبه لي يعني؟ كان الزمالك مش هيبقى ملزم ان هو يدفع لك الفلوس لانه خلاص العقوبه اللي عليه اتشالت. هم مش تعبانين في حاجه، ما هو الزمالك عارف ان عليه فلوس من سنه، وعارفين ان هم عندهم ماتش في افريقيا من شهرين ثلاثه، يعني طب ليه ما حاولوش يحلوا الموضوع؟ ولا هم عشان بالنسبه لهم الموضوع سهل، هم متعودين على كده خلاص هنرفع سماعه التليفون هنكلم بتوع الاتحاد ويعملوا لنا استثناء وخلاص، واللعيب كده ولا كده هيسكت ومش هيعمل حاجه وخلاص والموضوع خلص. لكن انا عن نفسي انا مش هسكت، لان ده حقي وده بنخالف اللوائح والقوانين وكل حاجه اللي احنا كنا ماشيين عليها، النظام اللي قبل كده كنا ماشيين عليه في اتحاد الكوره اللي هو كل واحد عايز اي حاجه بيعملها، ما ينفعش نفضل ماشيين عليه لغايه دلوقتي. انا عن نفسي شكوى الفيفا هرفعها لان اتحاد الكوره كده مسؤول وهتعمل لهم مشكله كبيره، وهاخد القرارات اللي معايا ورقتين، ورقه بتثبت حقي في الفلوس والحكم اللي طلع لي من اتحاد الكوره، وورقه ثانيه اللي راحت لنادي الزمالك بتثبت ان هو موقوف قيده لحين اللي هو يدفع المستحقات اللي عليه. انا هطلع بالورقتين دول على النيابه وهطلع بالورقتين دول وهرفع بيهم شكوى للفيفا. فانا جيت ابلغهم بالموضوع ده عشان يبقوا عارفين اللي انا هعمله، لان ما ينفعش نادي الزمالك يأيد ولازم يدفعوا لي فلوسي قبل ما يأيد اللعيبه بتاعته. الخطوه اللي انا هاخدها بعد كده عشان يبقى عارفها، لان هو كده ما ينفعش. كابتن انور هو بصراحه هو راجل محترم جدا، فما ينفعش بصراحه يبقى يعني اللي كان بيحصل قبل كده هو اللي هيحصل برده دلوقتي. يعني خلاص طب احنا يعني ايه يعني مش هنعمل اي حاجه جديده يعني؟ طب ما في لوائح نحترم اللوائح والقوانين والقرارات، يعني هم القرار ده انا اللي طلعته ولا هم اللي طلعوه؟ طالع من اتحاد الكوره يبقى يحترموا القرار اللي هم اصدروه. هل نادي الزمالك حاول اتصال بيك حل الامر بشكل ودي يقسط لك ما هو هيتصلوا ليه؟ هم مش ممكن يقول لك خلاص مش عايزين ندفع فلوس دلوقتي وكده ولا كده، اتحاد الكوره هنكلمهم هيعملوا لنا اللي احنا عايزينه، فهنتصل ليه؟ مش هيتصلوا طبعا، مع انهم لو كانوا كلموني كانوا ممكن نحل الموضوع ودي، سواء بقى عن طريق جدول او عن طريق حاجه كنا ممكن نحل ودي. بس لكن دلوقتي لو اتصلوا انا مش هحل ودي لان انا خلاص. فالمشكله دلوقتي انا مشكلتي مش مع نادي الزمالك دلوقتي، انا مشكلتي مع اتحاد الكوره. ما ينفعش يخالفوا القوانين، ما ينفعش يأيدوا لعيبه نادي الزمالك.